اليوم نستأنف سلسلة الحديث مع آخر وزير خارجية لمصر في عهد الرئيس حسني مبارك السيد أحمد أبو الغيط. معالي الوزير، مرحبا بك من جديد في برنامج أهلا وسهلا. سعيد بلقائك. أريد أن أسألك عن موضوع قطر. كيف تفسر هذا الصعود القطري وبأن هذه الدولة القزم جغرافيا أصبحت تنافس مصر إقليميا وعربيا؟ يعني هو الحقيقة السؤال ما يتحطش كده. طيب. لأنه لا يمكن لدولة بحجم قطر وبإمكانيات قطر تنافس مصر إقليميا ودوليا. ما كانت بتنافس وما زالت بتنافس، لكن هي المسألة إيه؟ هو أنت بتمثل مين؟ مصر بتمثل 90 مليون مصري، بتمثل 300 مليون عربي، بتمثل ثقافة كاملة، بتمثل طه حسين، بتمثل نجيب محفوظ، بتمثل محمد عبد الوهاب، بتمثل أم كلثوم، بتمثل زويل، بتمثل عبقرية مصر، وبتمثل جمال عبد الناصر وجمال عبد الناصر. يعني. أنا بس ما بخشش في السياسة. تمام. لو كان جمال عبد الناصر هنقول الزعيم العظيم اللي اسمه أنور السادات. وبالتالي لا وجه للمقارنة في المسألة دي. لكن هي إيه؟ أنت بتمثل مين؟ أنا تقديري إنه مش قطر هي اللي بتعمل هذا. من؟ اللي بيعمل هذا من هم وراء قطر. في هدف غربي لاستخدام طرف صغير اسمه قطر، عنده إمكانيات مالية هائلة وعدد سكان محدود للغاية، ورغبة محمومة من قبل أمير أنه يكون لقطر اسم. لا تنسى أن هناك قاعدة عسكرية أمريكية في قطر، مركز قيادة. لا يستطيع إنسان أن يخرج برا طوع هذه القاعدة مهما تحدثنا عن السيادة وعن القدرة وعن التأثير. منهم اسمها بيرل هاربر أمريكا اليوم. يعني هي دي قصة قطر. المؤسف المزعج المحزن أنه كانت هناك أصوات في العالم العربي وفي مصر تتحدث عن هذا الذي أكلمك فيه. وأحيانا كنت أتصور أن لديهم إرادة مستقلة. القطريين. من كان يتصور أن لديهم؟ أنا كنت أتصور أحيانا. وأنت وزير خارجية. وأنا وزير خارجية. وكنت أتحدث معهم بشكل مباشر وأتحدث مع الأمريكيين بشكل غير مباشر. طيب. حقيقة الأمر أنه ثبت بما لا يقبل يعني جدل أنه ما يستطيعوا أن يهاجموا هذا الطرف أو يعملوا ضد هذا الطرف إلا بإرادة أمريكية. بداية من 95. ما هي المسألة إيه؟ هي بدأت 95 المحطة، لكن كيف ظهرت ملامحها وتأثيراتها؟ هي تقريبا الجزيرة ظهرت في نفس التوقيت تقريبا. يعني الذكاء هو أنك تجذب البشر، أنك تتحدث باعتبارك تهدف إلى أهداف عربية عليا، ثم تقع فريسة في مخططاتك وتنفذها. تنساش أنه أمير قطر له توجهات إخوانية يعني واضحة للغاية، ودائما يقول نحن وهابيون، ولكن يكشف عن تأييد مطلق لجماعة الإخوان المسلمين في مصر أو في أي دولة عربية. وبالتالي اعتبر هذه المعركة التي تدور على أرض مصر باعتبارها معركة يعني يجب الانتصار فيها. يسعدني أن أبلغك أنه بالتأكيد سوف يهزم في مصر. المشروع القطري
المشروع القطري الإخواني سوف يهزم في مصر. وأنا أعلم ما وقع بين الرئيس مبارك وأمير قطر ما الذي وقع؟ الشيخ حمد في سنة 96 و97. كان هناك احتدام شديد بين مصر وقطر. ما هو السبب؟ السبب أنه أمير قطر تصور أن مصر لا توافق على الانقلاب الذي قام به على والده. نحن لم نتدخل ولا بالموافقة ولا واتهموا بالاعتراض. بالتدخل الأمني. فعلا اتهموا عمر سليمان بأنه وكانت هناك صدامات إعلامية بالغة الحدة بين مصر والإعلام القطري، وكانت الجزيرة في وقتها في طفولتها لا قيمة لها، فشعروا بثقل اليد المصرية عليهم. ولكن الحكمة تغلبت ووضعت الأمور مرة أخرى في مسارها الطبيعي. أريد أن أسألك سؤال بناء على ما حدث إبان أزمة غزة والعدوان الإسرائيلي العنيف جدا على قطاع غزة. حاولت أن تتصرف قطر حينها بانفراد دون الرجوع إلى طرف عربية أخرى، وأنتم تفاجأتم، وليس أنتم فقط، ليس حسني مبارك فقط، وليس الملك عبد الله فقط، وإنما العرب بشكل عام تفاجئوا بأنهم طرحوا عقد قمة عربية دون حتى التشاور يعني مسبقا، سواء مع الرئيس مبارك أو مع الملك عبد الله. هو اللي يقرأ السياسة القطرية والتصرفات القطرية بدقة يعرف أنهم كانوا سوف يلجؤون إلى هذه الفكرة فورا، لأنه الفكرة معناها إيه؟ معناها أنه قطر هي بؤرة العمل العربي، هي محور العمل العربي، وبالتالي في أزمة بهذا الحجم سوف يقولون تعالوا إلى قطر، فتظهر قطر في الصورة، ثم تكون الرئاسة لقطر. نعم. وبالتالي أليس هذا هو ما يكتبه الناشر على غلاف كتابك بأنها محاولة لسرقة دور مصر والسعودية إقليميا؟ عشان كده أفشلت. عشان كده أفشلت. أنتم أفشلتوها. وخرج الأمير القطري وقال حسبي الله ونعم الوكيل في من خرب هذه القمة. حقيقة الأمر على فكرة هناك من كتب معالي الوزير هذه نقطة مهمة، أن هذه القمة كانت سوف تخرب. لماذا؟ لأنه سوف يعني بعض الفلسطينيين قالوا بأن الصراع المصري القطري على الورقة الفلسطينية هو الذي سيؤدي إلى المزيد من المتاعب. الورقة الفلسطينية اللي عاوز يعمل تسوية ويساعد الفلسطينيين فليتقدم للمساعدة، ولكن عليه أن يأتي إلى مصر لكي يقول نرجو أن تسمحوا لنا بالدخول، أو يذهب إلى إسرائيل. لأنه هي مصر المجاورة لفلسطين، ومصر حدودها على فلسطين. اللي عاوز يخش غزة، وتاريخيا كانت مسؤولة عن أمن غزة ومصر كانت غزة مسؤولة عن هذا الملف، وبالتالي من يرغب في أن يلعب دور زي تركيا بالضبط. شوف، الفكرة كانت واضحة جدا، تركيا وقطر لعبوا مع بعض وبيلعبوا مع مصر. في قصة غزة تحديدا قيل لهم أنه إما أن تكونوا تاليين للإرادة المصرية، يا إما لن يسمح لكم بأن تعملوا. ولكن حقيقة الأمر أنه في الكتاب زي ما بقول دعا إلى القمة بدون ترتيب، وكان وكأنه استدعاء للقادة العرب، في حين أنه منطق الأمور يقول نذهب إلى العرب على مستوى وزراء الخارجية، ندرس الخيارات المتاحة، نذهب إلى الأمم المتحدة، نقول في الأمم المتحدة اوقفوا وقف إطلاق النار، اعملوا وقف إطلاق نار، ونشوف نقدر نعمل إيه من خلال الأمم المتحدة. إذا ما فشلنا مع الأمم المتحدة نعود ونرفع مستوى المشاورات العربية عن طريق أن يكون لدينا قمة، لكن لا نلجأ إلى القمة بشكل مباشر في بداية الأمر، فنكتشف أنه الهدف هو فلتقطعوا العلاقات مع إسرائيل، فالغوا معاهدات السلام أنتم والأردن. ده كان الهدف،
وثبت بعد هذا ده كان إنه هدف هذا مين؟ هدف قطر والقوى التي كانت تسايرها، ولغرابة الأمر أنه من كان يساير قطر في هذا الوقت تلف الدوائر وتقوم قطر بضربهم سوريا، بخنجر تقصد سوريا بالتأكيد، واتعلموا الدرس النهاردة. على فكرة تقول في كتابك بأنه الرئيس حسني مبارك قال عن أمير قطر بأنه راجل طيب، ولكن وزير الخارجية كما تقول له أجندة خاصة. ماذا كان يقصد بالأجندة الخاصة؟ أنه يبقى الشخصية المؤثرة عربيا عربيا وإقليميا وحتى قطريا. الأداء القطري في الأعوام الثلاثة الأخيرة كشف أنه الفلسفة القطرية كانت بتتحرك طبقا لفكرة عامة أنه كيف يتم تغيير الشرق الأوسط بالمفهوم الأمريكي، وبالتالي قد تكون رجل طيب وقد تكون لديك أحسن النوايا وطنيا وقوميا، ولكن يتم استخدامك لتنفيذ شيء أكبر منك وربما من الإقليم. هذه هي الناحية التي أريد أن أصل معك إليها معالي الوزير. وأديني استجبت لي اللي أنت كنت عاوز توصل له، لأن دي هي الحقيقة. نعم. أنا أتحدث معك في هذا الموضوع لأنه مهم جدا، وأنت تقول في كتابك وخصصت عدة صفحات لهذا الموضوع بأنه كانت هناك أجندة أمريكية لإعادة بناء الشرق الأوسط من جديد، وإنشاء ما يسمى بالشرق الأوسط الواسع أو الشرق الأوسط الكبير كما تقول في كتابك. المسألة إيه؟ قيل في البداية فلتعملوا على تغيير مجتمعاتكم وتطويرها وإتاحة الفرصة للمجتمع المدني، المجتمع الأهلي، منظمات غير الحكومية أن تعمل بالتنسيق مع الحكومات لخدمة الأهداف العريضة للتنمية والتطوير في مجتمعاتكم. يعني خطوط عامة أول حاجة؟ خطوط عامة. فطبيعة الأمور ومنطق الأمور أنه عندما يأتيك أحدهم بمثل هذا المشروع فلتقول نعم. فعاوزين تعملوا إيه؟ قال لك عاوزين مجتمع مدني قوي في بلادكم يساعد الحكم ويشارك مع الحكم في تنمية هذا البلد. نعمل تعليم، نعمل محو أمية، نعمل طفولة، نعمل نعالج مشاكلكم من جوه ومن داخل شعوبكم. هذه بعد 11 سبتمبر طرحت للمرة 11 الأولى. سبتمبر طبعا هي طرحت علينا في أول مرة في 2004. فمنطق الأمور نقول نعم